موضوعنا النهاردة هنتكلم عن المصفوع من محمد رمضان. بس الفكرة ان الصفعة دي وراها سبب، ولازم تعرف السبب كامل. والمصابيح كتر في البلد دي، لسه الصفعة بتاعت عمرو دياب لسه مقصرة. بس الفكرة ان الصفعة دي وراها سبب، ان ما ينفعش ان ده راجل مشهور وتيجي تركب ترند على قفا فيديو انت عملته لمحمد رمضان. يعني ينفع حد يخش عليك بصور فيديو سيلفي ويقول محمد حمضان؟ بعد كده محمد رمضان مسكه الاول وقال له هات التليفون اللي في ايدك ده. الشخص مرضيش يطلع التليفون من جيبه، فهنا محمد رمضان راح جاي خبطه بالقلم، فالتاني برد فعله راح جاي خبطه بالقلم تاني بسرعه. فبعد كده الموضوع ما نعرفش حصل فيه إيه كالاتي. وعايز اقول لك حاجه، قبل ما تحكم على الشخص لازم اعرف السبب، بعد كده احكم على الشخص قبل ما تحكم عليه. طبعا زي ما انتوا عارفين هيطلع اكونتات كتير على التيك توك: المصفوع من محمد رمضان، جد المصفوع من محمد رمضان، ابو المصفوع من محمد رمضان، عمة المصفوع من محمد رمضان ويلبسوها طرحه كده، وجد المصفوع من محمد رمضان ويلبسوا ده وحاجات كتيره كده هتطلع على الاخر. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقات تانية كتير.